بص، هو كلام غريب شوية بس خليك معايا للآخر. احنا اتعودنا نسمع ان الكربوهيدرات بتتخن، بترفع السكر، لازم نمنعها خالص. بس الحقيقة ان الكربوهيدرات مش هي المشكلة. المشكلة ازاي وامتى ومع ايه بتاكلها. يعني ايه؟ يعني نفس طبق الرز بنفس الكمية مرة يعلي السكر ومرة لا، مرة يتخن ومرة لا، مرة يخزن دهون ومرة يتحرق عادي. الفرق كله في شوية قواعد بسيطة. تعال اقول لك ايه القواعد دي. القاعدة الاولى: ما تاكلش الكربوهيدرات لوحدها. اوعى تاكل رز لوحده او عيش لوحده او مكرونة لوحدها. ده اسرع طريق لسكر عالي، مقاومة انسولين، تخزين دهون، جوع بعد ساعة. الحل لازم الكربوهيدرات يكون معاها بروتين، دهون صحية، الياف، زي رز مع بطاطس مع زيت زيتون وتونة، عيش مع بيض، مكرونة مع فراخ وخضار. القاعدة التانية هي حيلة علمية جامدة جدا، وهي حيلة النشا المقاوم. تعال اقول لك ازاي. اطبخ رز او مكرونة او بطاطس وسيبهم في التلاجة من 12 ل 24 ساعة، وبعدين سخنهم وكلهم عادي. ايه اللي بيحصل؟ جزء من النشا بيتحول لنشا مقاوم، ما يعليش السكر، سعراته اقل، يحسن حساسية الانسولين، يساعد على حرق الدهون. يعني رز بايت مسخن احسن من رز سخن طالع من على القاعدة التالتة: ترتيب الأكل. ايوه، الترتيب الترتيب الصح انك تبدأ بالخضار، بعد كده البروتين، والكربوهيدرات في الاخر خالص. ليه؟ اولا الالياف بتبطئ امتصاص السكر، والبروتين يمنع الطلعة المفاجئة. يعني ايه الطلعة المفاجئة؟ هي ان ارتفاع السكر في الدم ما يبقاش بسرعة. القاعدة الرابعة: خلي التفاح. معلقة خلي تفاح على كوباية مية قبل الاكل ب10 دقايق يبطئ هضم النشا، يقلل السكر، يقلل الشهية. بس خلي بالك، لو عندك قرحة في المعدة او عندك التهابات جامدة في القولون ما ينفعش تاخد خل التفاح. القاعدة الخامسة: بلاش سعرات سائلة. اسوأ حاجة تعملها تاخد رز مع عصير، بيتزا مع بيبسي، بسكوت مع شاي بسكر. العصاير هي اسرع حاجة بترفع سكر الدم. كل الفاكهة كاملة، بلاش تعصرها. عصر الفاكهة ده بيكسر الالياف اللي فيها وبيخلي سكر الدم يرتفع بسرعة. القاعدة السادسة: الوقت. ايه احسن وقت ناكل فيه الكربوهيدرات؟ قبل او بعد التمرين، اول اليوم، قبل المشي. بلاش تاخد كربوهيدرات قبل النوم او اخر الليل، لان حساسية الانسولين بتقل. القاعدة السابعة: امشي بعد ما تاكل. 10 دقايق مشي خفيف هيقللوا ارتفاع السكر في الدم. مش عايزك تجري ولا تتمرن، انا عايزك بس تتمشى 10 دقايق بعد الوجبة. القاعدة التامنة: الكمية. مش حرمان لكن تقليل. طبق رز كبير خليه نص طبق، رغيف كامل خليه نص رغيف. بكده هنكون بنقلل السعرات اللي احنا بناخدها من الكارب، وممكن نعوضها بالالياف عن طريق الخضروات او عن طريق البروتين. القاعدة التاسعة ودي اهم قاعدة: النوم. ليلتين نوم وحش يبوظوا معاك اي دايت ويقللوا معاك حساسية الانسولين. نام كويس، اكلك هيظبط لوحده. مش اقل من 8 ساعات في اليوم، ويكون نوم صحي. واخيرا القاعدة العاشرة: عضلاتك هي كنزك. كل ما عضلاتك بتزيد بتحرق سكر اكتر وتحرق دهون حتى وانت نايم. مش فاضي تروح الجيم؟ سهلة، تمارين مقاومة بسيطة في البيت هتفرق معاك جدا. وفي الاخر قلل من الثلاث حاجات دول: الدقيق الابيض، الحلويات، المخبوزات. لو الكلام ده فادك ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد.